انتي بقى ان انتي تشويها ولا بالكريمة تعمليها. النهاردة هنحط مكون سحري هيخلي البطاطا دي في حتة تانية خالص. البطاطا يا جماعة كأنكم ما بتاكلوش بطاطا، حاجة تانية خالص. الطريقة دي روعة، مش هتشبعوا منها ابدا، والريحة كانت خطيرة وعجبت كل اللي كلها. بجد مش قادرة اوصف لكم الطعم كان حلو قد ايه، وريحتها كمان كانت خطيرة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة الخطيرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقول لكم انتوا وحشتوني جدا، وبجد انا كنت مشتاقه لكم قوي، ومحتاجه قوي 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 ان انا اصور واكون معاكم. النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي ووصفه خطيره جدا للبطاطا. طبعا ما فيش اجمل من البطاطا، وماليه السوق ورخيصه وجميله جدا. بنعملها ب100 شكل وشكل، بس بجد يا جماعه الطريقه دي هتعجبكم قوي. الريحه خطيره والطريقه حلوه قوي. جبت حوالي كيلو ونص من البطاطا، غسلتها كويس جدا كده وقشرتها بالشكل دوت. بعد كده هبدأ أقطعها كده شرايح متساوية. بصوا بنقطعها شرايح متساوية، ما تكونش الشريحة سميكة علشان ما تاخدش وقت معانا في السوا. بقطعها كده بالشكل دوت كل كمية البطاطا اللي معايا. وزي ما قلت لحضراتكم البطاطا دي كانت حوالي كيلو وربع أو كيلو ونص. قطعت بقى كل كمية البطاطا بالشكل ده. جبت بقى حلة وهنزل بكل كمية البطاطا اللي أنا قطعتها في الحلة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لغاية كده سهلة جدا، ما فيهاش أي مشاكل. في 10 دقايق يا جماعة هتجهزوها، حاجة بجد حلوة جدا. نزلت كده بكل كمية البطاطا في الحلة، هنزل عليها كده بكوباية إلا ربع من السكر، وكمان كوباية إلا ربع كده من المية. يعني كوباية إلا ربع من السكر وكوباية إلا ربع من المية. بغطيها بقى وبرفعها على النار 10 دقايق بالظبط، بتكون استوت واتهرت معايا وكل المية اتشربت معايا. بعد ما الميه تكون اتشربت خالص كده، بنزل عليها كده بمعلقه من الزبده او مكعب كده من الزبده، وممكن كمان معلقه من السمنه البلدي. ببدا اهرس البطاطا، هي بتكون مش مستحمله خالص وبتكون مهريه خالص معايا. وزي ما حضراتكم شايفين كده كل الميه اللي عليها متشربه. بهرسها كده وبضغط عليها كده بالهراسه كويس جدا لغايه ما كلها كده تدوب وتبقى كريميه خالص. وطبعا مع سخونيه البطاطا الزبده بتدوب خالص فيها. جبت بقى كيسين من الكريم كراميل، ومش قادره اوصف لكم كيسين الكريم كراميل دول بيودوا البطاطا في حته تانية خالص. انتوا كانكم ما بتاكلوش بطاطا خالص، كانكم بتاكلوا حاجه حلوه قوي شيك قوي طعمها خطير. بنزل كده بكيسين من الكريم كراميل او 2 باكت كده من الكريم كراميل. بنزل بالباودر بس، وبخلي الصوص على جنب. الصوص ده هحتاجه في الاخر. بننزل كده بباودر الكريم كراميل زي ما هو كده على البطاطا. تمام كده زي الفل. بعد كده بنزل بكوبايه الا ربع من الحليب، وكمان معايا معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله او 2 باكت من الفانيليا الباودر. بدمج بقى كله مع بعض، وببدا اقلبهم كده كلهم مع بعض كده لغايه ما كلهم يندمجوا مع بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا القوام كريمي قد ايه. البطاطا مهروسه ومهروسه كويس جدا وكريميه خالص، يعني مش محتاجه ان انا احطها في خلاط ولا اي حاجه. جبت بقى صينيه مقاس 28، بدهنها كده معلقه صغيره من الزبده او السمنه البلدي او السمنه العاديه المتوفر عندكم. بدهنها دهنه كويسه جدا كده من الحروف ومن النص بالشكل ده. بوزع كده معلقه صغيره كده من الزبده، وبعد كده بنزل بقى بكل كميه البطاطا بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي. طبعا انا وبعد ما قلبتها كلها مع بعض دقت البطاطا كده لقيتها مش محتاجه سكر ولا حاجه. في الوقت دوت انتوا بتدوقوا البطاطا، لو لقيتوها محتاجه معلقتين 3 من السكر بنحطهم. انا كانت بالنسبه لي مظبوطه جدا وسكرها حلو قوي. بهز الصينيه كده علشان كلها تتسكن كده في الصينيه، وبخبطها خبطتين خبطتين كده، يعني بعملها معامله البسبوسه بالظبط. بخبطها كده بالشكل دوت علشان كلها كده تتساوى في الصينيه. بجيب كمان الاسباتولا وببدا كده لو اي حته مرتفعه شويه ببدا ان انا اسويها كده بالاسباتولا بتاعتي. بتتساوى معايا كده وبتبقى زي الفل. علشان بقى ادي وش البطاطا لون ذهبي ممكن اعمل 3 حاجات. ممكن ادهن كده معلقه من الحليب، بدهنها بالفرشه كده على وش البطاطا. وممكن ان انا كمان اخد كده اسيح معلقه صغيره من الزبده وادهن وش البطاطا. وممكن تعملوا زي ما انا عملت كده بالظبط، وان انا اخد كده رشه من السكر وببدا اوزعها كده على وش البطاطا بالشكل ده. السكر بيسيح وبيديني لون حلو قوي.
يعني يا اما بدهن بمعلقه من الحليب او معلقه من الزبده، او بدي كده رشه من السكر. بدخلها الفرن ساخن على درجه حراره 200 لمده حوالي كده 15 دقيقه. بعد كده بشغل الشوايه لغايه ما تاخد اللون الخطير ده. هنا كانت لسه خارجه من الفرن وكانت سخنه جدا، مش قادره اوصف لكم ريحتها في الفرن كانت عامله ازاي. مش ممكن تقولوا ان دي بطاطا، بس دي حاجه حلوه قوي، كانت قلب الدنيا. بسيبها كده لغايه ما تبرد تماما. انا سبتها حوالي 15 دقيقه بس، ما كنتش قادره استنى بصراحه اكتر من كده. وبجد كانت الريحه حلوه قوي. بس بعد 15 دقيقة كانت متماسكة كده، والخرطة هتطلع بخرطتها زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. طبعا كل ما هتستنى وكمان بتدخل التلاجة بتتماسك وبتبقى طعمها حلو قوي. بصوا متماسكة ازاي بعد 15 دقيقة، كانت جميلة جدا. جبت بقى الصوص اللي هو مع الباكت الكريم كراميل، وبدأت اوزعه كده على وش البطاطا بالشكل ده. هندوقها بقى مع بعض ونشوفها من جوه ونشوفها من تحت قد ايه كريميه، ومن تحت واخده لون حلو قوي ذهبي فاتح كده، ومن فوق كده الوش دوت طعمه خطير جدا. مش قادره اوصف لكم طعمها قد ايه لذيذه وخفيفه جدا وطعمها حلو قوي. كل اللي هيدوقها هينبهر من جمالها، ولو جربتوها بالطريقه دي مش هتعملوها غير بالطريقه دي. اتمنى النهارده يكون الوصفه والفيديو والطريقه عجبتكم. وما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.